بعد اذنك لو سمحت، معلش انا متاسفه جدا. انا بس واقعه في مشكله كبيره وكنت محتاجه حضرتك تساعديني فيها. خير؟ انا بس عندي مشكله مع صاحب الشركه اللي انا شغاله فيها. هو متهمني يعني ان انا سرقت حاجه، وده ما حصلش طبعا والله. ودلوقتي هو كلمني وقال لي ان هو باعت لي مدير الحسابات علشان يصفي الحساب معايا. مش هقدر ان انا اسيب الشغل للاسف بسبب علاج مامتي والالتزامات اللي عليا، وانا لا ليا اخوات ولا ليا اي حد. ما عنديش حد غير مامتي، وهي الوحيده اللي انا بصرف عليها وبجيب لها العلاج. حبيبتي ربنا يعينك. طب اقدر اساعدك بايه؟ انا بس محتاجه منك لما هو يجي تبقي معايا، بس تحنني قلبه ان هو ما يخليش المدير يمشيني، عشان ده اخر امل ليا بجد والله. طب هو هيتاخر؟ لا هو قال لي بالظبط 5 دقايق وهيبقى هنا. طب كويس خلاص. معلش انا اسفه جدا. لا مفيش حاجه. ايه يا استاذ، انت مش قلت ان انت مالكيش اخوات؟ امال جايبه اختك معاكي ليه؟ دي قريبتي مش اختي. دي قريبتك؟ ايوه. طب ما انت ليكي قرايب اهو، ما يصرفوا على البيت. في ايه يا استاذ؟ بس عاوزه افهم ايه المشكله. فين الاستاذه حراميه وسرقت حاجات من الشركه وحاجات مهمه جدا. طب بس ما ينفعش تتهم حد وانت مش متاكد. انا ماليش دعوه، المدير هو اللي عامل كده. اتفضلي مرتبك اهوت. استنى بس، انا والله مش هقدر ان انا اسيب الشغل، يعني حاول تتكلم معايا، اعتبرني زي اختك. انت عايزه اكل عيش يتقطع انا كمان؟ بس انت أنا واحده حراميه حامل على واحده حراميه ليه؟ ما ينفعش ان حضرتك تتهمها بكده وانت مش واخد بالك هي عملت ايه او سوت ايه. الاستاذه سرقت ورقه مهمه جدا ثمنها 200,000 جنيه. طب وانا هسرقها استفيد بيها ايه؟ صدقني والله العظيم مش انا ما اقدرش ازعل المدير. انت متاكد ان هي اللي سرقت الورقه؟ انا ماليش دعوه، المدير هو اللي قال ان هي سرقت. ما حصلش والله. حاول معاه مره ثانيه، يعني هو ممكن يسمع لي. لا انا ماليش دعوه، انا مش هدافع عن واحده حراميه زيك. انا مش حراميه، ما تقوليش كده، انتوا كلكم فاهمين الموضوع غلط. عشان خاطري اتكلم معاه، بس انا مش عارفه اقول لك. انت ما تقعديش تعيطي بقى، اتفضلي فلوسك اهي. يا استاذ ما ينفعش كده، يا استاذ ما ينفعش كده. طب معلش طب تعالي يا عزيزي، ربنا هيحلها ان شاء الله. هو ده كان اخر شغل واخر امل ليا، انا مش عارفه اعمل ايه دلوقتي. ان شاء الله خير. على فكره انت ممكن يعني تحاولي تكلميه او تحاولي توصلي له. هو منعني من دخول الشركه وعرف الامن بكده ان انا ما ادخلش، وكمان عمل لي بلوك من على الرقم بتاعي. ليه بس كده؟ هو مش عاطيني فرصه اصلا ان انا بره. معلش اكيد ليها حل ان شاء الله، ما تقلقيش. المشكله ان انا مش عارفه ارجع لامي اقول لها ايه، ولا اقول لها ما عرفتش اجيب لك العلاج ولا اعمل اي حاجه. طب خدي الفلوس دي ثانيه واحده، ده مبلغ صغير كده حبيبتي. مش عاوزه فلوس، انا والله مش عاوزه. معلش اي حاجه تساعد، اي حاجه تساعد يا حبيبتي. مش هقدر اقبل منك والله غصب عني. معلش. لا معلش. طيب خديهم دلوقتي حبيبتي. طيب ممكن تاخدي رقمي وتديني رقمك علشان لو في اي شغل قدامي احاول اساعدك باي حاجه. يا ريت والله، انا متشكره جدا لحضرتك. اتفضلي حبيبتي. انا متشكره جدا، مش عارفه اقول لك ايه والله، انا اسفه جدا والله. لا صدقيني يا حبيبتي مفيش حاجه، كان نفسي اساعدك بجد اكتر من كده. لا كفايه والله، كفايه مساعدتك ليا وانك عاوزه تساعديني، ده لوحده كفايه. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يعينك. السلام عليكم. وايه اللي جابك هنا تاني بقى بعد اللي انت عملته ده؟ طب معلش اهدي بس ثواني، اهدي. ما ينفعش اصلا كنت تعملها كده، هي من ساعتها منهاره. طب اهدي هقول لك على حاجه. طيب بصي، احنا بنصور برنامج، بصي كده هناك هتلاقي في عربيه واقفه في حد بيشاور لك. انا اسف والله جدا على الموقف ده، دي تجربه اجتماعيه بنشوفها عشان نشوف الناس اللي بتطلع ردود فعل قويه زي حضرتك كده، وناس شهمه وجدعه زي حضرتك. انا هديكي مبلغ هديه من البرنامج اكبر من انت كنت تديهولها بكتير جدا. ميرسي والله. انا هو لو حد بيعمل اي فعل خير بيعمله لله، يعني مش عشان ياخد دي حاجه. ده اقل حاجه والله ان انا اقدمها لحضرتك. اتفضلي. ميرسي. طيب حضرتك بصي الكاميرا بقى، موافقه ازاي الحلقه دي؟ خلاص اوكي. ماشي، ممكن تعملي باي.